الو اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وليد، عندي سؤال. اتفضل. هل الشيعة مسلمين برأيك؟ بص يا أستاذ، هل الشيعة زين. مسلمين؟ أنت جمعت الشيعة في زمرة واحدة. يعني هل الشيعي العامي عندك زي الشيعي المعمم؟ الشيعي الذي لا، يفقه. أنت هسه شيعي بشكل عام، أي يا شخص أستاذ، شيعي يا هل هو أستاذ، تحت نطاق يا المسلمين أم أستاذ، لا؟ يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ، لو أنا سألتك سؤال وقلت لك هل كل المسلمين هيدخلوا الجنة؟ بس هنا دخلنا بمكان الإيمان وعدم الإيمان، هسه احنا مو هذا يا موضوعنا. أستاذ، يا السني أستاذ، طب مسلم هنا أنت مسلم بتفرق مسلم، ليه؟ يؤمن لو أنا بالله قلت لك ورسوله. إحنا كسنة أهو كسنة، أضرب المثل علينا، هل كل السنة هيدخلوا الجنة على طول؟ ولا منهم ناس ممكن وقلت تدخل لك راح النار؟ تدخل. احنا الموضوع ثاني هو يا الإيمان، أستاذ، هل ما أنت ما مؤمن لو مش تفهمش في مؤمن؟ الأمثال، أعمل لك إيه؟ أنت مش فاهم في المثل. يعني القضية كلها إن في شيعي عامي فمش فاهم، ده أنا أكفره إزاي يعني؟ لما هو مش فاهم، شيعي عامي مش فاهم، أكفره إزاي؟ لكن في أستاذ شيعي وليد، فاهم، أستاذ في وليد، معمم فاهم، أستاذ وليد، لا حول ولا قوة. شكرا ليك يا أستاذ، اللهم أنت بلغت. سمعت سؤالي؟ الله يسمع. خلاص شكرا ليك. انت مش عايز تفهم اصلا، اعمل لك ايه؟ هو مش عايز يفهم، هو ما عندوش قابليه للفهم. هو جاي يسال السؤال عشان انا اقول له الشيعة كلهم كفار. ما تفهم، مش ما عندوش قابليه للفهم. الله المستعان. قال له اتفضل. حبيبي استاذ وليد، لي- ليش ضايج على كيفك؟ خليني افهمك. انت سوى طب سؤال بسيط، معلش يعني ما معلش يحتاج معلش، هاي واحده كلها واحده بس، واحده واحده، التفرعات خلينا كلها. خلينا هاديين، يعني خلينا هاديين. انت عندك كل السنه هيدخلوا الجنه، انا عندك ما انت عندي اي كمعتقد شيء. شيعي، معلش، انت عندك انت كمعتقد شيعي كل السنه هيدخلوا الجنه؟ مو قلت لك هذا الموضوع دخول الجنه وعدمها يعتمد على ايمان الشخص، اذا هو طب ما مؤمن برضه بشيء نفس جاي يقول له الحكايه، تقدر يدخل الجنه. هو ايه اذا المضاد هو غير للايمان؟ مؤمن، واحده واحده، ايه عكس الايمان؟ ايه عكس الايمان؟ الكفر. طيب خلاص الكفر يعني، عدم الايمان. واحده واحده، عكس الايمان الكفر، صح؟ طب احنا بقى احنا عندنا مش هندخل الجنه ليه زين. عندك؟ احنا كسنه مش هندخل الجنه ليه عندك؟ مو احنا اساسا مو موضوعنا دخول الجنه او عدمها، احنا لا موضوعنا اله الا هل الله. طب انا هو مسلم الكفر ام ايه؟ غير معلش مسلم؟ معلش، خلاص هو هذا هو الكفر السؤال. ايه؟ لما انا بكفر فلان يعني معناها بحرمه من الجنه. هو ده اللي انا عايزك تفهمه. استاذ وليد، اتفضل. مو احنا مو هذا موضوعنا، احنا موضوعنا هل انا مسلم ام لا؟ بعدين نجي ندخل موضوع الايمان، هل انا مؤمن ام غير مؤمن؟ هل راح ادخل الجنه ام ما راح ادخل؟ طيب لكن ماشي، احنا عنوان حضرتك انا الموضوع هقول هل لك، انا مسلم انا ام هقول لك، لا؟ حضرتك هقول لك، يعني شلون اعرف الشخص هذا مسلم هقول او لك، لا؟ حاضر حاضر حاضر. المسلم من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام؟ ولا يقول جيد. بتحريف احسن. القرآن، ولا يشرك بالله، جيد. ولا يأتي جيد. بناقض للا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص. دلوقتي بقى، من يقول احسنت. أن علي بن أبي طالب هو خالق الكون، هل ده عندك مسلم ولا لا؟ طيب، الشخص اللي يقول انا خالق الكون بمشيئه الله، لا هم هذا يا كافر؟ أستاذ، يا أستاذ، الذي يقول أن علي بن أبي طالب خالق الكون، بمشيئه الله. لا، أين مشيئة الله؟ مشيئة الله دي يعني معناها دليل، أين مشيئة الله؟ بمشيئه الله. اين مشيئه الله؟ ما هسه انا احنا دلوقتي هذا انا عندي موضوعنا استعداد، مشيئه. او وليد اسماعيل احنا دلوقتي، هذا مو انا موضوعنا عندي، بس. اسمعني بس، انا وليد اسماعيل بمشيئه الله اهدم الكون دلوقتي، لكن هل ربنا شاء ولا لم يشاء؟ جيد. كلمه بقى شاء دي الدليل. ما هل دام ربنا بمشيئه شاء؟ الله. واحده واحده بس عشان ما احبش الفلسفه كتير، واحده واحده. هل الله عز وجل شاء ان يخلق عليه الكون؟ شاء لم يشاء. استاذ وليد، انت هسه سالتك، انا قلت لك يا شلون استاذ، اعرف الشخص يا هذا استاذ، مسلم ام انت لا؟ قلت قلت ان يؤمن بالله. انت قلت، لا انا لا، سالتك يقول لا سؤال اله الا الله. يا أستاذ، أنا سألتك سؤال راح اوصل وقلت لك، راح لك اوصل من لك، قال أن علي راح بن اوصل أبي لك، طالب، لا أستاذ لو سمحت خلينا مركزين. أنا سألتك سؤال وقلت لك من قال أن علي بن أبي طالب خالق الكون، قلت إيه؟ إلا أن يشاء الله. طيب هل المشيئة ديت وردت؟ يعني الله شاء أن علي يخلق الكون أم لم يشاء؟
احنا هسه هذا مو موضوعنا، احنا هذا مو يا استاذ موضوعنا. انت هل كل الله حاجه شاء تقول لي ام ما لم يشاء؟ موضوعنا، امال هو موضوعنا ايه يعني؟ انا نفسي افهم. احنا مو موضوعنا، احنا انا موضوعنا نفسي اسلام افهم. الشيعة. هل انا الشيعة دلوقتي مسلم لا يا ولا لا؟ استاذ، انا بس معلش عشان انا فهمي على قد شويه، فلو سمحت استرسل معايا وقول لي هل الله عز وجل شاء ان علي يخلق الكون ام لم يشاء؟ احنا اساسا كشيعة ما نقول بهذا الشيء، احنا ما نقول انه لا انه حول الامام علي ولا هو خلق قوة القرآن. إلا بالله. مش أنت اللي لسه دلوقتي احنا ما قايل؟ نقول هذا الشيء. أنت اللي قايل بمشيئة الله، فأنا سألتك الله شاء أن يخلق علي الكون أم لم يشاء؟ قلت لك ان كان يقول وان كان يقول فهو يقول بمشيئة الله. يا أستاذ فإذا دلوقتي الله شاء عندكم شيء البعض خير- عندكم البعض يقول أن علي بن أبي طالب هو خالق الكون، فمعناها أن الله شاء لا، ما أم أدري. لم يشاء؟ أي أن الله ما شاء أن أدري. يخلق علي الكون أم لم يشاء؟ احنا ما عندنا اساسا هذا الشيء. لا عندكم، خلق هذا وعندكم الله روايات الإمام فيها علي كمان، خلق. وعندكم للاسف الشديد حمير، وبتتبعوا الحمير فيها كمان. اجيب لك دلوقتي سلسله محاضرات ان علي بن ابي طالب خالق الكون عندكم. جيد، وين اعطيني اياه؟ طب اكتب كده، اتفضل اكتب في اليوتيوب عندك علي خالق الكون، وقول لي انه حمار هيطلع يقول الكلام ده. اتفضل انا مستنيك. ايه انا اتفضل. ما لي علاقة حضرتك قلت لي بهذا، اثبت ما لي، علاقة. فانا بثبت لك دلوقتي اهو. شايفه اثبت لك قدامك. ولا شايفه. والله انا ما بحب اغير المواضيع، اثبت لك قدامك دلوقتي. لا اثبت لك دلوقتي. بص كده في الشاشه قدامي، بص دلوقتي في الشاشه قدامي. شايفه علي شايفه علي خالق شايفه الكون. تمام. مين يا أخي الحمار اللي هذا ما له قدامك علاقة، دلوقتي هذا هو بيقول؟ شكل إنسان. سؤال بس، مين الحمار اللي قدامك بيقول؟ يا اخي انت والله كنت تروحك، انت ليش حدابك وداب مير قريش؟ يا استاذ ما تقول لي مين الحمار دلوقتي، بتدافع عن الحمار اهوت. قول لي مين الحمار اللي ظهر قدامك. ما له علاقه لا يا اخي، حول ما ولا له قوة علاقه، إلا ما له بالله. علاقه، هذا ما له علاقه. يعني هذا ايش له علاقه بالشيعة؟ هذا لا يمثل الشيعة، هذا انسان عادي. ده انسان عادي لا يمثل الشيعة دلوقتي. يعني لا يمثل. يعني انت ما جايب لي مثلا من الكافي، لو جايب لي من شنو؟ لا ما هو، طب لو جبت لك الروايات اللي هو بيعتمد عليها. يعني يصير اني يا استاذ لو جبت لك دلوقتي الروايات اللي إذا هو بيعتمد أنا عليها أفرض- وزورها كمان، يعني انت ليه اعتمد عليها بس؟ ده اعتمد عليها وزورها كمان. بس ملخصتك يصير انا افرض عليك كلام اي شيخ يا من هبه ودب استاذ يا اجيب استاذ انطيك يبقى خلاص إياه. انتهينا من قصه. هذا معلش كلام واحده انتهينا من قصه. ماشي انا هاخد بكلامك. يبقى الان يا اخوانا الراجل الطيب ده بيقول لك ما عندنا شيعه يقولون بان علي بن ابي طالب خالق الكون. خلاص ما فيش مشكله. طيب ماذا تقول في من قال بتحريف القران؟ يا اخي انت وين قاعد تدخلنا؟ انا سالتك سؤال، قلت يا لك هل استاذ الشيعة هو انت مسلم مش ولا انت انت عايز وين قاعد حكم تدخلنا شرعي؟ المكان يعني انا هذا؟ ينفع اقول من قال بتحريف القران ليس بكافر؟ يا اخي انا سالتك، قلت لي من قال لا اله الا الله محمد رسول الله هذا انسان مسلم. جميل قوي. الشخص طب انا بعد دلوقتي إذا معلش هو كان معلش يقول انا دلوقتي بحرف ماشي، القرآن، اسمعني بس. انا وإذا دلوقتي كان دخلت يقول- مسجد ولقيتك بتصلي، لقيتك بتصلي تمام. فبعد ما انتهيت بالصلاه قلت لك حضرتك نعم. صليت بوضوء صحيح ولا من غير وضوء ولا بوضوء خاطئ؟ قلت لي لا انا صليت من غير وضوء. ينفع صلاتك؟ انت شفتني قاعد اصلي، ما شفتني، ما شفت لا وضوء. حول ولا قوه الا بالله. يعني انت دلوقتي قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، ماشي، وبعدين اشركت بالله، نعم. يبقى هتنفعك لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لا هسه هاي بعدين، هاي ما لنا علاقه لا بها حول ولا قوة. باللحظه كل حاجه اللي ما انا لي قلت علاقه، بها ما لي لا اله علاقه. الا الله طب وانا محمد ما رسول لي الله. علاقه بيك. شكرا ليك.